دخلت وراه، ولما دخلت المغارة اتفاجئت بشيء عجيب. لقيت جثة زوجتي زي ما هي، وكان ثديها مليان بالحليب، وواحدة من عيونها كانت مفتحة. ولما كنت بحرك ايدي. الحكاية اللي معانا قصة حقيقية وأحداثها حصلت بالفعل. قصة مثيرة وأحداثها غريبة، حصلت لشخص اسمه أبو عبد الهادي الرويلي العنيزي، والشخص ده من المملكة العربية السعودية. بيقول أبو عبد الهادي: كنت رجل فقير وحالتي المادية كانت ضعيفة جدا، والكلام ده كان في عام 1940. كنت بسكن في شمال المملكة، فقررت إني أطلع أنا وزوجتي وأروح أدور على رزقي. سألت الناس عن أفضل مكان أروح أشتغل فيه، فبعض الناس قالوا لي لو كنت حابب مكان فيه خير كتير وفيه تمر وقمح وحب روح للقصيم، ولمنطقة بريدة بالتحديد. وبالفعل جهزت نفسي وجهزت المونة اللي هحتاجها في رحلتي، والأكل اللي هحتاجه في أثناء الرحلة، وطلعت أنا وزوجتي كانت حامل، وكانت في الشهور الأخيرة للحمل. ركبنا على البعير وطلعنا أنا وزوجتي ووصلنا لمنطقة القصيم. فضلنا في القصيم لمدة أسبوعين، وخلال الأسبوعين دول كنت بروح على السوق علشان أشوف نظام الشغل اللي هناك إيه. وفي السوق تعرفت على رجل كبير في السن، سألته وقلت له: يا عم، أنا رجل فقير وحالتي المادية ضعيفة وجاي من منطقة الشمال أدور على رزقي، الناس نصحوني أروح على منطقة القصيم. الرجل العجوز ده قال لي: لا يا ولدي، لو أنت حبيت فعلا القمح والحب والتمر روح على الإحساء، هناك هتلقى الخير وهتلقى البركة. وبالفعل بيقول أبو عبد الهادي قررت إننا نرجع على الإحساء، وبالفعل أبو عبد الهادي أخذ زوجته على بعيره وانطلق متجه لمنطقة الإحساء بعد ما قال له الرجل العجوز إنه يروح هناك. هم وماشيين في طريقهم اتفاجئ أبو عبد الهادي إن زوجته فاجأتها آلام المخاض، كانت بتتألم وقالت له: نزلني هنا، أنا مش هقدر أكمل معاك. وبالفعل نزل هو وزوجته من على البعير، وابتدت آلام المخاض تزيد عندها لأنها خلاص هتولد. وبالفعل بعد كام ساعة ولدت زوجته والطفل كان بخير، بس للأسف زوجته ما استحملتش الآلام وتوفت. بيقول: الدنيا ضلمت في وشي وحزنت حزن شديد على فراقها، خاصة وأنا في الظروف الصعبة دي، يعني ظروف مادية صعبة ومكان مقطوع وطفل صغير، أنا مش عارف هعمل إيه. ما كانش معايا أي حد، المنطقة اللي أنا فيها كانت منطقة ما فيهاش أي بشر، وعلشان أوصل لأقرب منطقة فيها أي حد علشان يساعدني ممكن أخد كام يوم في الطريق. الدنيا سودت في وشي، مش عارف أعمل إيه مع ابني المولود، ولا عارف أعمل إيه ولا أتصرف إزاي في زوجتي اللي توفت قدامي. اتحملت على نفسي وصليت عليها، وفضلت أفكر أنا هعمل إيه في جثتها. اتلفت حواليا فلقيت مغارة فيها كهف صغير، فرحت للمغارة دي ونضفتها، وبعدين شلت زوجتي ورحت حطيتها في المغارة ووجهتها على جهة القبلة. فضلت أجمع في الأحجار علشان أغطي جثتها بالأحجار علشان ما تجيش عليها الثعالب والديابة تنهش جسمها. وطلعت من المغارة وأخدت معايا الولد وركبت على جملي ومشيت. فضلت أمشي بجملي ومشيت مسافة تقريبا 5 كيلو، وانا وماشي كنت بفكر انا هعمل ايه مع الطفل الصغير ده. طفل صغير لا بياكل ولا بيشرب، يعني ما اقدرش اعطيه لا ميه ولا اكل من اللي معايا، وحتى الجمل اللي معايا ده جمل مش ناقة، يعني لو دي كانت ناقة كان ممكن اعطيه من اللبن بتاعها، بس للاسف ده جمل، والمكان اللي انا فيه مكان مقطوع ما فيهوش اي حد. قعدت افكر وما لقيتش حل غير اني ارجع الطفل واحطه في المغارة مع امه. وبالفعل رجعت لنفس المكان واخدت الطفل ودخلته للمغارة، وكشفت عن ثدي زوجتي وكان مليان بالحليب، وازلت عنها الحجارة وحطيت الطفل على صدر امه، وقلت له: استودعك الله يا ابني. وقلت: يا رب انا اودعك اياه. ما كانش قدامي غير الحل ده، لاني لو كنت اخدت الطفل معايا كان هيموت مني في الطريق، وطالما مقدر لي انه يموت فيموت في حضن امه احسن، بدل ما يموت معايا في الطريق واضطر ادفنه لوحده في اي مكان. وطلعت من المغارة وركبت بعيري ورحت على الاحساء، بدأت اشتغل وادور على رزقي، والناس بدأوا يعرفوني في سوق الابل، والناس كانوا بيطلقوا عليا لقب الشمالي. الشمالي راح الشمالي جه، والناس ابتدت تعرفني وبقى يبقى عندي سمعة وصيت. وبيقول بعد 3 سنين و8 شهور تقريبا جملة عندي ناس من الديرة من الشمال جم زيارة للإحساء. بيقول استضفتهم عندي، وكان عندي خيمة وغرفة مبنية من سعف النخيل، استضفتهم في الغرفة عندي ورحت اشتريت ليهم خروف وذبحته وأطعمتهم وأكرمتهم. وهم الناس دول كانوا قاعدين عندي كانوا بيحكوا مع بعض، كانوا بيتكلموا وبيقولوا لبعض: يا أخي ده لو كان ثعلب فهو ثعلب، أما هو شبه البني آدمين، احنا مش عارفين ده ثعلب ولا ده هو ايه بالظبط.
الضيوف اللي عنده كانوا بيحكوا وبيقولوا كده مع بعض، فابو عبد الهادي سألهم وقال لهم انتوا بتقولوا ايه وايه القصة بالظبط؟ فقالوا له احنا ومارين بالمنطقة الفلانية لقينا حاجة زي ولد صغير بيمشي على أربعة. احنا اعتقدنا انه ثعلب، بس هيكون ثعلب ازاي وهو ما كانش عنده ديل؟ ابو عبد الهادي بيقول هم قالوا الكلام ده وانا قلبي نغزني. سألتهم عن المنطقة اللي لقوا فيها الشيء ده، فقالوا لي على نفس المنطقة اللي انا سبت فيها زوجتي وسبت معاها ولدي الصغير. قلبي وجعني وكنت عاوز أروح أشوف إيه الموضوع ده بالظبط، بس الناس كانوا ضيوف عندي، بس أنا ما قدرتش إني أصبر لحد ما يمشوا، فقلت لهم يا جماعة أنا بستأذن منكم، أنا عاوز أروح أقضي شغلة ضرورية، انتوا اقعدوا براحتكم، عندكم الخيمة وعندكم الأوضة بتاعتي، أنا بروح وبرجع لكم. بس هم قالوا لي لا لا إحنا أصلا كنا ماشيين وكتر خيرك وبارك الله فيك. فقلت لهم الله يحفظكم، الله معاكم. وفعلا جهزت نقطي وجهزت عليها أغراضي ورحت على المنطقة اللي حطيت فيها زوجتي وابني، وبالفعل وصلت هناك بعد 3 أيام مع غروب الشمس. وبيقول نصبت خيمتي وولعت نار وجهزت الشيء عشان أكله، ومع طلوع الفجر صليت الفجر. فضلت مستني لحد ما طلع نور الصبح، وفضلت أدور على الشيء اللي هم قالولي عليه وما كانوش عارفين هو بشر ولا حيوان. فضلت أدور وفجأة لقيت طفل صغير عاري تماما، ما كانش لابس أي ملابس، بيمشي على أطرافه الأربعة أيديه ورجليه، وكان بيجري في المكان وبياكل من العشب. فلما شفته جريت وراه، وهو أول ما شافني جري وراح على المغارة اللي حطيت فيها زوجتي. دخلت وراه، ولما دخلت المغارة اتفاجئت بشيء عجيب، لقيت جثة زوجتي زي ما هي، وكان ثديها مليان بالحليب وواحدة من عيونها كانت مفتحة، ولما كنت بحرك ايدي قدام عينها كان سواد العين بيتحرك يمين وشمال مع حركة ايدي. استغربت جدا من اللي شفته، وكنت عاوز امسك الولد بس هو كان بيقاومني، وبالفعل مسكت الولد وضميته لحضني. وبمجرد ما ضميت الولد بصيت على زوجتي لقيتها غمضت عينيها وثديها نشف. سبحان الله. أخدت الطفل وأنا مندهش، ورجعت حطيت الحجر على زوجتي، وأخدت الطفل وطلعت وكنت مجهز له هدوم ولبسته. والطفل كان ما بيتكلمش، هو بس كان بيصرخ. أخدته معايا وابتدى شكله يتغير وملامحه اتغيرت، ابتدى يتكلم ويبتسم، وأخدته معايا ورجعته على الإحساء. فضل ابني معايا وفضلت أشتغل وتجارتي كبرت. ربيت الولد والولد كبر واتعلم، ودلوقتي الولد شغال في الحرس الوطني وعمره 39 سنة. أحداث القصة حصلت في عام 1940، والقصة اتحكت في عام 1960. هي قصة غريبة وممكن العقل ما يصدقش أحداثها، بس هي قصة حقيقية واللي حكاها الراوي علي التميمي. أحب جدا أعرف رأي حضراتكم في القصة بتاعتنا في التعليقات، وياريت لو أي حد عنده قصة أو حكاية وحابب يشاركها معانا يكتبها لنا في التعليقات. الحكاية بتاعتنا خلصت، بس لسه معانا حكايات تانية كتير. لو حبيتوا تشوفوها معانا ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.